الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. لقاء طيب مبارك أخوة الإيمان والإسلام حول تفسير سور أواسط المفصل، واليوم إن شاء الله تعالى نستكمل ما قد بدأناه من تفسير سورة الانفطار. قال الله عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. هذه الآيات لها صلة بما قبلها إخوة الإيمان والإسلام، فإن الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة في صدر سورة الانفطار قد بين وذكر شيئا من أهوال يوم القيامة، ثم عقب بذكر بيان أنه تعالى قد أوكل على الخلق ملائكة حافظين كراما كاتبين يعلمون أفعال العباد ويحصونها ويكتبونها وينسخون أفعال العباد، ثم بعد ذلك يحاسبهم ويجازيهم عليها يوم القيامة. فبين سبحانه وتعالى بعد ذلك في هذه الآيات مآل الأبرار وأنهم إلى نعيم، وبين مآل الفجار وأنهم إلى جحيم، فقال جل شأنه قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم. الأبرار جمع بر، والبر كثير الطاعة كثير الخير والإحسان، المحسن في عبادة الله عز وجل، المحسن إلى عباد الله عز وجل. والبر من البر، والبر حسن الخلق، والبر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والبر كلمة جامعة لخصال الخير كلها، فتشمل الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، تشمل الإيمان بالله سبحانه وتعالى بأركانه الستة وبكل ما يجب الإيمان به، وتشمل أنواع القربات والطاعات من الإنفاق على المحتاجين والإحسان إلى الغير، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والوفاء بالعهد، كما تشمل الصبر في البأساء والضراء وحين البأس، وجمع ذلك تقوى الله عز وجل، كما نوه الله سبحانه وتعالى على ذلك في سورة البقرة فقال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب، أقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. والبر الطائع، قال الله عز وجل في صفة الملائكة: كرام بررة، أي كرام المطيعين. فالأبرار الطائعين، وجماع الطاعة تقوى الله عز وجل، كما قال تعالى: ولكن البر من اتقى. والإحسان إلى الغير والطاعة والإحسان فيه معنى البر، وقد جاء في الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما سماهم الله الأبرار لأنهم بروا الآباء والأبناء. والمراد بالأبرار أصحاب اليمين وهم المقتصدون، كما في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ويشمل أيضا المقربين السابقين الخيرات بإذن الله، وذلك أن الله تعالى ذكرهم في مقابل الفجار فقال: إن الأبرار لفي نعيم، ثم ذكر ضدهم وما يقابلهم فقال: وإن الفجار لفي الجحيم. وقوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم، اللام للتوكيد، والنعيم كل ما يتنعم به ويحصل به النعيم واللذة، أي أن الأبرار في نعيم معنوي وهو نعيم القلب والروح، وفي نعيم حسي وهو نعيم البدن في جنات النعيم.
وهم أيضا في نعيم معنوي وقلبي في حياتهم الدنيا، وذلك لما يحصل لهم من الطمأنينة والرضا بقضاء الله وقدره، وبما يحصل لهم من الطمأنينة بذكر الله تعالى. قال الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وجاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. قال الله عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم. والمعنى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، أي في الآخرة، فيكون نعيم الأبرار في الجنة بالثواب، ودحيم الفجار في النار بالعقاب. وقيل أنه في الدنيا، فيكون قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم على 4 أوجه مما ذكرها أصحاب الخواطر. وقيل أن النعيم القناعة والجحيم الطمع، وقيل النعيم التوكل والجحيم الحرص، وقيل النعيم الرضا بالقضاء والجحيم السخط فيما قدر وقضى، وقيل النعيم بالطاعة والجحيم بالمعصية. قال الله عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين. قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قوله إن الفجار لفي جحيم، الفجار جمع فاجر، وهم أهل الكفر والفجور ضد الأبرار. قال الله عز وجل: وإن الفجار لفي جحيم، اللام للتوكيد، والجحيم هي النار، سميت بذلك لبعد قعرها وظلمتها وشدة حرها، فهم فيها في عذاب حسي وعذاب معنوي. عذاب معنوي يقع على الروح والقلب، وعذاب حسي يقع على البدن. وإذا كان هذا حالهم في الآخرة فكذلك حالهم في الدنيا، فهم في شقاء معنوي للقلب وشقاء حسي للبدن. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لا تظن أن قول الله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم مختص بيوم المعاد فقط، بل هؤلاء في نعيم في دورهم الثلاثة، وهؤلاء في جحيم في دورهم الثلاثة. وأي لذة وأي نعيم في الدنيا أطيب من بر القلب وسلامة الصدر ومعرفة الرب تبارك وتعالى ومحبته سبحانه وتعالى والعمل على موافقته. وهل العيش في الحقيقة إلا عيش القلب السليم؟ وقال رحمه الله تعالى في موضع آخر: وهل النعيم إلا نعيم القلب؟ وهل العذاب إلا عذاب القلب؟ وأي عذاب أشد من الخوف والهم والحزن وضيق الصدر والإعراض عن الله والدار الآخرة، التعلق بغير الله والانقطاع عن الله، وأن يكون القلب يضل في كل واد ويتشتت أمره، ففي كل واد منه شعبة، وكل من تعلق به وأحبه من دون الله عز وجل فإنه يصيبه منه سوء العذاب، يسومه سوء العذاب. قال الله عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار في جحيم يصلونها يوم الدين، أي يدخلونها يوم الدين. قوله تعالى يصلونها يوم الدين يعني يدخلونها يوم الدين، ويغمرون فيها ويقاسون حرها من كل جهة ومن كل جانب. يوم الدين أي يوم القيامة، ثم يوم الدين لأن الناس يدانون فيه بأعمالهم، فهو يوم الحساب والجزاء، فيجازون ويحاسبون بأعمالهم في هذا اليوم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال الله عز وجل: وما هم عنها بغائبين. قوله تعالى وما هم عنها بغائبين فيه وجهان، أي وما هم عن يوم القيامة بغائبين، وذلك لتحقق البعث والنشور،
فيكون الخطاب للأبرار والفجار جميعا. أو قيل وما هم عنها بغائبين، أي الفجار ما هم بغائبين عن النار، فيكون الخطاب للفجار دون الأبرار، والمراد أنهم لا يغيبون عن الجحيم والنار. وفي ذلك أمران: تحقيق الوعيد وتخليد الفجار. قال الله عز وجل: وما هم عنها بغائبين. قال الله عز وجل: وما هم عنها بغائبين. في الآية دليل على خلود الكفار في النار. قال الله عز وجل: يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين، أي أنهم يقيمون في النار إقامة أبدية لا يخرجون منها أبدا ولو ساعة، كما قال تعالى: خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. أو قوله تعالى: خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. ومنه قوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وقال تعالى: وما هم بخارجين من النار. وقال تعالى: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وقال تعالى: لا يفتر عنهم العذاب وهم فيه مبلسون. قال تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وقال تعالى: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. وما هم عنها بغائبين، أي خالدين مقيمين فيها إقامة أبدية لا يفتر عنهم العذاب ولا ينقطع وهم فيه مبلسون. قال الله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين. وما أدراك ما يوم الدين، ما الاستفهام في الموضعين، وهو للتعظيم والتفخيم، أي وما أعلمك. ما يوم الدين، أي ما أدراك ما هو يوم الدين، فإنه يوم عظيم ليس كسائر الأيام، يوم طويل، يوم ثقيل عبوس قمطرير عسير شره مستطير يشيب له الولدان من هوله. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم سكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. وقال تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وقال تعالى: ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. وقال تعالى: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. وقال تعالى: فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. وقال جل شأنه: ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال تعالى: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به. قال الله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين. العطف بثم لتأكيد العظمة لذلك اليوم. ثم ما أعلمك ما هو يوم الدين. والخطاب في قوله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين خطاب للتفخيم، تفخيم شأن ذلك اليوم. وكان ابن الساب يقول: الخطاب بهذا للإنسان الكافر ليس برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أعلمه الله سبحانه وتعالى من علوم الغيب وما يحصل لأهل النعيم في الجنة وأهل النار في النار ما لم يطلع غيره على ذلك. قال الله عز وجل: وما أدراك ما يوم الدين. الخطاب للكفار ليس للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. قوله تعالى: يوم لا تملك نفس لنفس،
قرأ ابن كثير أبو عمرو يوم لا تملك نفس لنفس، وقرأ الباقون بالفتح يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. وقوله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا أي أنه لا يملك الأمر أحد إلا الله، ولم يملك أحدا من الخلق شيئا كما ملكهم في الدنيا. فسبحانه وتعالى كما قال في كتاب الكريم مالك يوم الدين، وهو من الملك. قال الله عز وجل مالك يوم الدين، فهو الذي يملك يوم الدين، لا يملك أحد شيئا معه في هذا اليوم العظيم. فلا يملك أحد الشفاعة، ولا يملك النفع، ولا يملك الضر أحد إلا الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم. يعني لا يملك مخلوق لمخلوق نفعا ولا ضرا. قال الله عز وجل يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وهذا تفسير لقوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، وإيضاح وتفسير له. يوم الدين ذلك اليوم الذي لا تملك فيه نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. قال الله عز وجل وما أدراك، إذا قال الله عز وجل وما أدراك فإنه يدريه ويفسر ذلك له بعده. فقال الله عز وجل وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين ففسره وقال يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وقوله شيئا نكرة في سياق النفي تفيد العموم، أي يوم لا تملك نفس لنفس أي شيء مهما كان صغيرا كان أو كبيرا، قليلا كان أو كثيرا، من جلب نفع أو دفع ضر أو غير ذلك. قال الله عز وجل يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن مغنيه. فالناس في الدنيا يتناصرون فيما بينهم، يتناصرون بالمحبة والولاء والنصرة والعرق والقرابة وغير ذلك، ويدافع بعضهم عن بعض. فإذا كان في الآخرة في هذا اليوم تقطعت بهم الأسباب. وقد جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما أنزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص، فقال يا بني كعب بن رؤي انقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب انقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس انقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف انقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم انقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب انقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة انقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا. قال الله عز وجل يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. قال الله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وكل سبب لا ينفع إلا تقوى الله عز وجل، وكل عصبية لا تنفع إلا الإيمان بالله عز وجل، وكل قرابة وكل نسب يوم القيامة لا ينفع إلا تقوى الله عز وجل. قال الله تعالى والأمر يومئذ لله، أي والأمر في ذلك اليوم كله لله عز وجل وحده لا شريك له بلا منازع، كما قال تعالى مالك يوم الدين، كما قال تعالى الملك يومئذ لله يحكم بينكم. وكقوله تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. وقال تعالى الملك يومئذ الحق للرحمن. وقال تعالى وله الملك يوم ينفخ في الصور. قال قتادة رحمه الله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، والأمر والله اليوم لله وكله في كل وقت لله، لكنه يومئذ يكون لله لا ينازعه أحد. وإن المسلم أخوة الإيمان والإسلام
إذا نظر إلى قوله تعالى والأمر يومئذ لله فإنه يستوقفه معناه، وهل كان الأمر في يوم من الأيام لغير الله سبحانه وتعالى؟ كلا، بل إن الأمر كل يوم وفي كل وقت لله سبحانه وتعالى، في هذا اليوم يوم القيامة قبله وفي ذلك وبعده، في ذلك اليوم يوم القيامة، كما قال تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد. فالأمر كله لله سبحانه وتعالى، وإنما معنى ذلك أنه يظهر للناس في ذلك الوقت يوم القيامة، يظهر الناس جميعا تمام الظهور، كمال ملكه سبحانه وتعالى، كمال عظمته وكمال جبروته، حيث تخضع جميع الخلائق لأمره وحكمه، فله خضعة الوجوه وله ذلة الملوك. الملوك وما ملكوا خاضعين لحكمه في ذلك اليوم بلا منازع، بخلاف أحوالهم في الدنيا، فإن كثيرا من الناس يغتر بأحوالهم، سواء كانوا ملوكا أو مملوكين، فربما يغترون بما خولهم الله سبحانه وتعالى من النعم، من الملك أو السلطان أو القوة أو الجيوش، فيعتدون على خلق الله ويعيثون في الأرض فسادا بتقتيل المستضعفين وتهجير المستضعفين من ديارهم وقتلهم وتجويعهم. فإذا اغتروا بما أعطاهم الله سبحانه وتعالى فإنهم يأتون يوم القيامة بارزون لله سبحانه وتعالى عرايا كما ولدتهم أمهاتهم. فمن تمتع بنعم الله عز وجل فاغتر بها وبارزه بالمعاصي فإن هذا كله ينقطع وينتهي يوم القيامة، كما قال جل شأنه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. وقوله تعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وقوله يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي سعيد. وجاء في الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. فيا هذا يا من غرك حلم الله عز وجل عليك، فأمعنت بالكفر والطغيان حتى أفسدت في الأرض، فقتلت الأطفال وقتلت الشيوخ وشردت وهجرت الناس وجوعتهم، فاعلم أن الله سبحانه وتعالى قادر عليك، فإذا أخذك وأنت على تلك الحال أخذك أخذ عزيز مقتدر. قال الله عز وجل يوم لا تملك نفس لنفس شيئا فلن ينفعك ما يعينك عليه من أعوان الكفر وأعوان الفساد في الأرض الذين يمدونك بالمال والسلاح حتى تقتل الأطفال وتشردهم وتهجرهم وتجوعهم وتمعن في الفساد في الأرض، لا ينفعك ذلك بين يدي الله عز وجل. والأمر يومئذ لله في الجزاء بالثواب والعقاب، والأمر يومئذ لله في العقوبة والانتقام، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وقوله تعالى والأمر يومئذ لله هذا وإن كان فيه تقريع لهؤلاء الكفار الفاجرين المارقين الجبارين المتكبرين المفسدين في الأرض، فإنه تطمين لأوليائه وأحبائه من عباده المؤمنين، من أوليائه الصالحين، من هؤلاء الذين أطاعوه والبررة الأخيار الأبرار الذين سلكوا طريق الهدى فهداهم الله سبحانه وتعالى إلى صراط مستقيم، فأحسنوا إلى الله سبحانه، فأحسنوا في طاعة الله سبحانه وتعالى وأحسنوا إلى عباد الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمر بيد مليكهم وبيد إلههم وبيد ربهم الذي هداهم إلى الخير والصلاح
وهداهم إلى الحياة الطيبة بطاعة في الدنيا، فإن الأمر سيكون أحسن وأسعد وألطف وأكثر نعيما في الآخرة. فيؤمنهم الله سبحانه وتعالى من فزع ذلك اليوم ومن هول ذلك اليوم، يكون في كنف الله وفي رحمة الله ويكونون في أمن الله سبحانه وتعالى، فيؤمنهم يوم الفزع الأكبر. فمن أطاعه في الدنيا وأقبل عليه لا يخذله الله سبحانه وتعالى ولا يتركه في عرصات يوم القيامة، بل يأتي يوم القيامة من الآمنين، لأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إلى هنا ينتهي إخوة الإيمان والإسلام هذا اللقاء الطيب المبارك، كان في تفسير سورة الانفطار. في اللقاءات القادمة إن شاء الله تعالى نستكمل تفسير سور أواصف المفصل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.